مش بتوع مشاكل انتم هياكل. فيديو جديد وفلوج جديد. طبعا احنا عاملين الفيديو ده النهارده عشان حاجتين مهمين. اول حاجه تخص المظابيط وكل الناس اللي بتتابعنا، وهي عشان نقول لكم ان الفيديو اللي فات بتاع الملحمه دخل ترند اول على مصر ونجح نجاح ما كناش متوقعينه. ومش بس فضل يوم واحد ولا يومين، ده فضل 3 ايام ترند اول على مصر. بالنسبه بقى يا جدعان الموضوع التاني اللي انا عايزكم فيه اللي هو الموضوع بتاع شاور وسرقه الكلب بتاع شاور، فالموضوع ده سيبه لاخر الفيديو عشان في مفاجاه كده انا محضرها له، او يعني هي مش مفاجاه قوي، يعني هو خازوق، مع اني عارف دلوقتي ان هو قاعد على اعصابه وعايز يعرف مين اللي كان مغفله، بس انا مش هقول له ومش هنقولها له، خليها له في اخر الفيديو. بوم. دلوقتي حابب اشكر كل المظابيط الاول على ان هم دعمونا في الفيديو اللي فات وبيدعمونا دايما، لدرجه ان انا كنت قاعد بقرا الكومنتات كلها لقيت الناس كاتبه كومنتات ان هم مش هيناموا غير لما الفيديو يطلع ترند، وفعلا الناس ما نامتش غير لما الفيديو وصل اول ترند. كانوا بيعملوا لايكات من عند موبايلاتهم وموبايلات صحابهم وموبايلات اهلهم. وعايز اقول لكم فعلا رغم ان احنا قعدنا 22 ساعه بنعمل مونتاج الفيديو ده وكنا بنصوره ب8 كاميرات وتعبنا جدا في التصوير وتعبنا جدا في المونتاج، بس لما شفنا الكومنتات بتاعتكم ديت بجد اتبسطنا جدا لما شفنا تعليقاتكم دي. عشان كده لسه اللي جاي هيتكرر من ده كتير وهيبقى احسن من ده 100 مره. فبجد انا مبسوط يا جدعان ان في ناس بتحبنا من قلبها كده ومش مستنيه منك اي مقابل غير ان هم بيحبوك وبيدعموك، عشان كده احنا بنحبهم وهنروق عليهم كده يا جدعان. يبقى الفيديو دخل ترند اول في مصر ودخل في فلسطين وكمان دخل في العراق وليبيا والبحرين وعمان وقطر والكويت. نسي يقول لكم ان هو دخل في تونس واليمن. مفيش بلد عربيه تقريبا الفيديو ما دخلش فيها ترند. عشان كده بنشكر كل المظابيط وعرفنا قد ايه ان احنا ورانا تيم مظابيط رجاله. شكرا لكل المظابيط وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا بلايك وكومنت رايق زيهم، وبجد من قلبنا بنحبكم جدا جدا جدا. وعادي طالما الفيديو قعدنا فيه 22 ساعه مونتاج ووصل 200,000 لايك، وطالما انتوا كنتوا بتدعمونا بالشكل ده فعادي ممكن نقعد في الفيديو اللي جاي 100 ساعه طالما في مظابيط زيكم بتتفرج علينا. انتظروا بقى المفاجاه ان في حاجه اقوى من اللي احنا عملناها واقوى من الملحمه هتلاقوها كل فتره عندنا على القناه. فعشان كده لو انت لسه مش مشترك في القناه انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه، خلاص داخلين على 4 مليون مشترك. ونرجع بقى لموضوع صاحبنا بتاع القطط والكلاب. طب يا جدعان نيجي بقى الموضوع بتاع شاور. زي ما انتوا عارفين كده كان نزل من فتره كده فيديو قعد يقول ان هيكل توينز سرقوا الكلب بتاعي وهيكل توينز مش عارف عملوا ايه وعلموا عليا المهم يعني ان انا عايز اقول له لو احنا كنا بنسرق كلاب طب ما احنا ما كناش سيبناك بره. ايوه يا عم امال ايه. المهم يعني يا جدعان الحوار التاني ان هو كان برضه عمل ديستراك كده وقعد مسك قدام المايك كده وقعد يقول كلام غريب افريقي كده ما حدش فاهم منه اي حاجه، والمفروض ان ده كان ديستراك على هيكل توينز. طبعا انا عايز اوريكم ان احنا اول مره واحنا كنا بنتفرج على الديستراك ده كان شكلنا عامل ازاي. ده الفلاش باك يا جدعان. بفتح اليوتيوب لقيت تلوث، يعني شفت تلوث كده قدامي وسمعت حاجه. يا جدعان بعد اذنكم لازم تيجوا تسمعوا اللي انا شفته ده. انا سمعت ديستراك مش موجود في الدنيا. انا سمعت بالظبط 3 ثواني وقمت فصلت قلت لا اصور فيديو والناس كمان تسمع معايا. جاهزين؟ المفروض ان ده ديستراك معمول عشاننا، يعني هو المفروض ان هو كده بيشتمنا. عرفت الكلب المسروق بتاعي فين؟ لا ده ملوش علاقه بالديستراك. شغل كده هنتاكد، بس على ما نكون اتاكدنا هنروح نعمل مفاجاه. مش بتوع مشاكل انتم هياكل. مش بتوع مشاكل انتم هياكل. مش حملنا يا توينز. مش حملنا يا توينز. انتوا توينز عالكاريتا. انتوا توينز عالكاريتا. انتوا 2 بس احنا 6. طبعا يا جدعان معانا حوض الجوكر احلى كلمات. اوعى بيعمل اشتراك في نفسه يا ابني. بيقول لك انتوا 2 واحنا 6 بيقطع على راسه. يعني معلش ثانيه لما انت تعمل اشتراك وتقول ان انتوا 2 واحنا 6 يعني المفروض 2 حاطين على 6 بالظبط. يبقى بتشتم مين بقى بالظبط؟ او انت قصدك ايه في الديستراك؟ هو احنا غالبا سمعنا حاجه غلط يا جدعان. هو مين اللي كاتب الكلام الجامد ده؟ مين اللي كاتب حوض الجوكر الجامد ده يا جدعان؟ لا هو ممكن انا مش هغلط في الكلمات، انا بس بغلط في الالقاء بتاع الكلمات. كلمات برضه بصراحه. لا انا عشان ما اظلموش بس يا جدعان، عشان ما اظلموش برضه انا اسمعها تاني عشان ممكن حته كده ايه مستخبيه. احنا سمعنا العكس، يمكن احنا سمعنا انتوا 6 واحنا 2 ممكن. صح. مش بتوع مشاكل انتم هياكل. مش بتوع مشاكل انتم هياكل. مش حملنا يا توينز. مش حملنا يا توينز. انتوا توينز عالكاريتا. ايه الكاريتا دي يا ابني؟ والله هواي حد بيتقال بس انا فاهمان. الكاريتا اللي هي الحصان، عارف؟ والله ما اعرف. عارف عربيه كارو؟ شبهها كده بس على الكورنيش السياح بيركبوها بس نضيفه شويه على البحر كده تمشي يعني مثلا. وكاريتا دي بلغه ايه طيب؟ انت اي حشو في الاغنيه اي قافيه وخلاص شغل يا عم. يمكن انتوا 2 بس احنا 6 اهو والله. يعني انا فعلا يا جدعان يعني برضه بيعترف ان احنا 2 وهم 6 واحنا معلمين عليه. باشا الاثنين كمان كتير علينا. والله يا جدعان لو بنت عيل صغيره عنده 3 سنين يعمل ديستراك فيها احلى من ده. مش فاهم انا ايه ده. انا مش سامع اغنيه ولا سامع كلمات ولا سامع، بس انا مستنيه يسمع بقيه الاغنيه بقى كده وينزل بقيه الاغنيه يمكن يكون فيها حاجه تدل على انها ديستراك. طب اقول لك حاجه والله العظيم هيخاف وهيجيب ورا، عشان انا دلوقتي حالا جت في دماغي كده ان انا هعمل لك ديستراك على الديستراك اللي هو هيقوله ده. اديني حته بيت بوكس.
توينز على الكاريتا. ايه ده الواد اتطور، احنا بنركب الكاريتا عشان مسمينها شاور. كله في الفيديو يا جدعان. سيبوني والله 5 دقايق بس كده. بس انا هسيبك بقى شاور كده براحتك، تكتب الاغنيه بتاعتك ويا ريت ما تخافش كده وتنزل لنا ديستراك. عايزين نقعد نتبسط هنا يا جدعان ونحفل شويه. وعايز بعد اذنك اعمل لي ديستراك يتسمع، يعني ابقى فاهم انا بسمع ايه، مش اي هبد كده عشان ما اقعدش ارد عليك بحاجات ده عمل بيتبيف ودنا دلوقتي يا جدعان. والله عايز اقول لك بقى ان انت هتعمل ديستراك هتاخد بعديه باسبوع ديستراك العب منه. وانا كمان عايز اقول لكم يا جدعان ان انا كنت مستمتع باللي انا سمعته ده عشان هو تلوث وهبد، وفعلا زي ما مودي قال كده وعمل بيبي في ودنا دلوقتي. فبقول لكم انا مستعد لو انت عملت ديستراك فاصبر عشان التقيل بتاعنا، عشان الديستراك بتاعه هينزل هيبقى بعدها بيعلن شهادته وفاته. انت قمتني ليه وانا قاعد هناك؟ انا زعلان منك يا حسن والله. طب يا جدعان ده كان شكلنا واحنا بنتفرج على الديستراك بتاع شاور، وطبعا انا عرفت من شخص قريب ليه ان الديستراك ده خلص، بس هو خاف ينزله جاب ورا. طبعا انتوا عارفين ليه خاف ينزل الديستراك ده، عشان هو عارف ان لو ملوك اليوتيوب عملوا عليه ديستراك هيخلوه يعتزل اليوتيوب. دلوقتي يا جدعان احنا وصلنا المكان اللي فيه الخازوق بتاع شاور، و10 ثواني بالظبط وهتعرفوا الخازوق اللي احنا محضرينه له او المفاجاه يعني. المهم ان انا عايز اقول لكم كمان ان امنيه حياتي من وانا صغير ان انا اجيب عربيه واقلبها بيت، عشان الحوار ده واكل دماغي من وانا صغير كده، وهعمله يعني هعمله. اجيب عربيه كده واعملها الديزاين اللي في دماغي، وهعمل فيها سرير وهعمل فيها مطبخ وهعمل فيها حمام، ولو انتوا عايزين تشوفوا الحوار ده هتلاقوه ان شاء الله عندنا قريب قوي على قناتنا على اليوتيوب. هجيب عربيه واحولها بيت وهتبقى دي الشقه بتاعتنا الجديده. يلا بينا على المفاجاه، ليتس جو. الله ينور عليك يا عم كمان، الله ينور عليك. ما يجيبها الا رجالتها يا جدعان. وهي دي كانت المفاجاه اللي احنا محضرينها لشاور. وعايز اقول لكم ان عم كمال كان من اهم رجالتنا الفتره اللي فاتت دي، وهو كان عايز يعمل مقلب في شاور واحنا كنا عايزين نعمل مقلب كده برضه، بس الموضوع خده على صدره. وعايز اقول له ان احنا رجالتنا في كل حته حتى في البيت عندكم. القصه جت ان عم كمال بيتعمل فيه مقالب كتير عندهم في البيت، وكانوا بيروقوا عليه مقالب، عشان كده هو قرر ان هو يلجأ لنا ان احنا نعمل فيهم مقلب. فاحنا في الاول اتفقنا ان احنا هنعمل فيهم مقلب ونخبي الكلب، بس لما رجعنا وخبينا الكلب لقينا شاور خد الموضوع على صدره وقال لك يا جدعان دول سرقوا الكلب بتاعي، ونجيب عم كمال اللي هو ملوش دعوه بالحوار واحنا اللي مظبطين معاه الدنيا، ويقول له اقعد ومش عارف ايه واتفرج، ويقول لي على الكمبيوتر ما اعرفش مين، وطلع لي توأم وطلع لي ما اعرفش ايه، وعمل حوار كده ملوش لازمه، وراح يعمل لي ديستراك وراح يعمل لي. فاحنا بقى اللي خدنا الموضوع على صدرنا. فيا جدعان عشان كده بقى لنا شهر ونص قلنا برده كفايه شهر ونص الكلب بعيد عنه، وعشان كده قررنا ان النهارده الكلب هيرجع. اصل خلاص بقى زهقنا يعني. الكلب كان فين يا عم كمال؟ كنت سايبه عند واحد صاحبي. سايب الكلب عند واحد صاحبك والله تركت لانه صدق. تعمل فيه مقلب؟ احنا بقى ما كناش بنعمل فيه مقلب، احنا كان ممكن نرجعه بعد اسبوع لو هو مقلب، بس احنا قلبناها ان هو مش مقلب. يعني انت لو بتهزر يا عم كمال احنا بنتكلم بجد. بس زي ما انت شايف كده الكلب كبر ازاي؟ ده طبيعي بقى له شهر ونص يا جدعان، شهر ونص عمال بياكل. كان بياكل ايه يا عم كمال؟ كنا بناكله بانيه يعني. الله يا شهر ما بياكلش بانيه يا عم، وانا باكل الكلب بانيه. والله كان بياكل بانيه. اعتراف الراجل اللي قاعد معاه اهو. الحمد لله على السلامه، الكلب رجع زي الفل اهو. هاخد صوره بس كده على الانستجرام بالكلب ده قبل ما يروح بيته، صوره تذكاريه. تعالى يا ابني صورني في بقى الكاميرا دي، خد صورني صوره للانستجرام يا ابني. المهم يعني يا جدعان ان خلاصه الحوار كنت عايز اقول له بس شاور كده ان احنا رجالتنا في اي حته، وان احنا اي مكان هيبقى قاعد فيه تحت السيطره، فيخلي باله كده. يمكن المج متراقب، المج متركب فيه مايك، اي حاجه هيبقى قاعد فيها تحت السيطره. ورجالتنا في كل حته. المره الثانيه ممكن صح يا عم كمال؟ طبعا رجالتنا في كل حته يا جدعان. يعني لو عاوزنا اي مصلحه ثانيه كده معانا. ايوه احلى عم كمال احلى عم كمال في الدنيا. حبيبي يا عم كمال. ايه رايك في الشياكه يا عم كمال؟ 10 على 10 جامد. اقوى تيشيرتات في مصر دي يا عم كمال، اقوى تيشيرت في مصر يا جدعان من على وولفز باي هيكل توينز، ونضارات وسلاسل، وهتلاقوا كل اللي نفسكم فيه. بص يا عمرو شاور، ما تزعلش مني، ده مقلب من ضمن المقالب اللي انت عملتها فيا كتير، مش عايزك تزعل مني. اشرب بقى.